عارف يعني ايه سعادة؟ طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. يعني انت مبسوط؟ انت عبيط يالا ولا ايه؟ بلاش ده. افرض الأمنية اللي بتتمناها طول حياتك وشايف انها هي اللي هتخليك مبسوط، نمت صحيت لقيتها اتحققت. هو انت تاني انت قاعد انت بتشرب ايه بس انا عرفت الدماغ دي دماغ بانجو. مش بس كده، ده من غير اي تعب او مجهود. ده كده عظمه قوي. بس تفتكر ان بعد كل ده هتلاقي السعادة؟ يا لهوي على سنين السودا. هو ده بالظبط اللي مسرحية تخاريف بتحاول تجاوب عليه من خلال 5 قصص. المسرحية زي ما احنا قرينا انها بتحوي 5 لوحات او 5 حكايات قصيرة، وتخليك تشوف نفسك وتكرر الأحلام اللي كانت أغلبها تخاريف لما تتحقق في يوم وليلة هتكون نعمة ولا نقمة. وكلنا عارفين ان احلامنا معظمها تخاريف، بس بتبقى تخاريف لذيذة. مسرحية تخاريف واحدة من الأعمال اللي تعاون فيها الثنائي محمد صبحي ولانير الرملي، واللي في المسرحية دي اختاروا اتجاه ثابت في كل قصة مع تغيير الطريقة والوسيلة، بس كل واحد فيهم بيدور على السعادة من وجهة نظره هو. المسرحية بتحكي عن عيلة اسمها الندمان، ودي كانت مهارة من الرملي في اختيار الاسم، لأن كل واحد مننا في حاجة بيندم عليها، يا إما بيندم إنه عملها أو يندم إنه ما عملهاش. حكايتنا النهاردة بتقول كان يا مكان. العيلة دي بتتكون من أب و5 ولاد وبنت، بس في ولد منهم صغير فمش هنحسبه، وده سيبكم منه خالص لانه عيل، وانتوا عارفين اللي يمشي ورا العيال ما بيخلاش من المشاكل. حياتهم كانت عادية زي أي حد فينا، لحد ما أبوهم وهو بيموت بيقول لهم السر الخطير اللي مخبيه عليهم. بيقول لهم إن هو مش أبوهم وإن هو أمهم. كانت ست جميلة قوي وحبها جني وحولها الراجل بالنهار ويرجعها ست بالليل. ليه يا ماما؟ اختشي يا واد. بيعرفهم إنه ساب لهم كنز في صندوق حديد مصدي، وبيموت الأب أو الأم على حسب، وبيطلع الجني حنفي من الصندوق وبيعرض على كل واحد إنه يحقق له أمنية واحدة بس. يا سلام، وايش عرفك؟ ما يمكن اللي يساعدني ما يساعدش اخواتي. وانا كمان. لو انت مكانهم ايه الامنيه اللي هتختارها؟ والامنيه دي هتعرف تخليك مبسوط؟ تعال نشوف ولاد عيله الندمان اختاروا ايه. وانتوا برضه حضراتكم عليكم تتفرجوا تفكروا، وكل واحد فيكم يشوف ايه الامنية او الحلم اللي كان نفسه يحققه، يشوف مصيره ايه ونهايته ايه. أدري كان بيحلم انه يبقى اقوى رجل في العالم، بدل ما هو كل شويه يرجع مضروب ورجله مكسوره. كان شايف ان القوه هي اللي هتخليه اسعد انسان في الدنيا، وفعلا الجني حقق له امنيته وبقى اقوى رجل في العالم. بس أدري نسي ان القوه مش عضلات بس، القوه دي مسؤوليه، محتاج تحكم وذكاء وتدريب عشان تعرف تستخدمها صح، والاهم انها لازم يكون معاها خبره السنين اللي هتعلمك ازاي تتعامل مع القوه دي. بس كل ده ما حصلش مع أدري. هو صحي في يوم وليله اتمنى انه يبقى اقوى رجل في العالم، وده اللي حصل، وافتكر ان القوه هتخليه بطل شجاع، وراح يلاعب بطل العالم في الملاكمه في امريكا. بس بدل ما يتحكم في قوته ويخليها جوه الماتش، بيضربه ضربه قتلته بره الماتش، عشان يتحول أدري من بطل زي ما كان نفسه لواحد الشرطه الدوليه بتدور عليه. خسر الشهره والفلوس، وحتى الست اللي كانت معاه عشان قوته سابته. أدري فهم متاخر ان القوه مش لوحدها تنفع امنيه، عشان انا عندي عضلات هير، بات هير في بيج دونكي. الحقني يا ابن الجني. جميل كان بيحلم انه يلاقي واحده تحبه او على الاقل تبص له، دي حتى الوحيده اللي معجب بيها وشكلها مش حلو شويه بثينة برضه مش بتبص له. فاتمنى امنيه من الجني، مش انها تحبه لكن اتمنى ان كل الستات تحبه. وفعلا الجني حقق له امنيته، وبقى كل ما يشيل النضاره من عينه يخرج شعاع يخلي اي ست تقع في حبه. وبقى كل الموظفين اصحابه في الفندق بيغيروا منه، والمدير بيخليه في الفندق مسؤول العلاقات العامه عشان يبسط النزله والعدد يزيد. بس كانت مشكلة جميل ان الوحيدة اللي بيحبها بجد بثينة ما تأثرتش بالشعاع ده، لانها كانت بتحبه زي ما هو بعيوبه ومناخيره الكبيرة، وكانت هي اللي بتراقبه من تحت لتحت، مش زي ما كان فاكر انها مش مهتمية بيه. تقطيعك محفورة جوا قلبي. ولما فهم كده كان فات الوقت وخسر بثينة اللي حبته بجد. جميل اختار الامنية السهلة لان كل الستات تحبه، وما خدش باله انه كان عنده امنية افضل ربنا اداها له، ان في حد بيحبه بجد. انا ما صدقت الاقي انسانه تحبني بشخصي، من غير شعاع، من غير عفريت، من غير زفت. الحقني يا ابن الجني. سونيا كانت حاسه زي بنات كتير انها عايشه في مجتمع ذكوري، وان نظره الراجل للست انها ضعيفه او مكسوره، وده اللي كان مضايق سونيا. وكانت عايزه يبقى عندها قوه الراجل بس وهي ست، سترونج اندبندنت وومن. وفعلا الجني حنفي بيحقق لها امنيتها وبيخليها نص راجل ونص ست، وتعيش وتنجح في شغلها وتتجوز شخص تكون هي صاحبة الكلمة في البيت، ونسيت انها ست. وبالوقت خسرت جوزها وعيالها لما لقى الحب والحنية من حد تاني، وفهم انه محتاج ست مش محتاج راجل معاه.
وهنا الرملي وصبحي بيقدموا لنا قصه في منتهى الخطوره. سونيا كانت فاكره انها هتلاقي سعادتها لما تبقى نص راجل ونص ست، لكن الحقيقه ان ربنا خلقنا كلنا عشان نكمل بعض ونعيش في الحياه، وكل واحد فينا سواء راجل او ست له قوته الخاصه. قالت ماما اقلبها على وشها تقول بابا. والله انا حره، امراه حره متحرره في مجتمع حر، المجتمع اعطاني حريتي الكامله المتكامله. وانا كمان حر. انت مش حر، انت راجل. الحقني يا ابن الجني. شحات بقى كان شايف ان حل مشاكله كلها هتتحل لما يبقى غني. هو كان بيشتغل موظف ضرايب وكان بيحلم بالفلوس، وفعلا الجني حنفي بيحقق له امنيته وورث ثروه ضخمه وقصر كبير من راجل كان جاي يحصل ضرايبه وما كانش له ورثه. شحات اول ما بقى غني طلق مراته وطردها من القصر، وافتكر ان السعاده انه يصرف الفلوس وياكل ويشرب من غير حساب. بس بعد فتره جاله ملل فقرر انه يتجوز واحده خدامه في القصر وكتب لها نص ثروته، بس هي كانت انصح منه، شغلت فلوسها مش زيه وعمال يصرف فيها لحد ما بقت اغنى منه، فحس انها مش فاضياله فقال لها انه عايز يخلف ولد. انا اكتشفت ان السعاده ليست في المال، نفسي في طفل يا برونا. فوافقت عشان تورث الباقي من فلوسه، بس لما خلفت جابت له ولد مش شبهه خالص وافتكرها خانته، وبقى يدعي انه مش عايز فلوس ولا عايز عيال ولا عايز الناس، وبيلاقي نفسه وحيد من غير الفلوس ولا أسرة ولا حتى الصحة. شحات اللي افتكر لما يبقى غني كل مشاكله هتتحل ويلاقي السعادة معرفش انه عمره ما هيحس بقيمة فلوس هو ما تعبش فيها، واللي بيجي سهل بيروح سهل. بلاش فلوس يا رب، كفايه علي الصحه. بلاش الصحة يا رب. انت حمار يا حمار. الحقني يا ابن الجني. سائل كان فاكر ان السعادة هتيجي لما يبقى معاه السلطة، وفعلا ساعده الجني وعمل انقلاب عسكري لدولة أنتيكا وبقى الحاكم عليها وسماها ديكتاتورية أنتيكا الشعبية المهلبية. سائل بدأ ياخد إجراءات عشان يحافظ على دولته اللي خدها بالانقلاب، وزي أي حاكم ديكتاتوري اختار أهل الثقة على أهل الكفاءة، بس نسي إن السلطة محتاجة مجهود، محتاجة الناس اللي تشوف إنك بتعمل عشانهم عشان يبقوا قوتك الحقيقية، بدل ما يفضل عايش في خوف وقلق إن حد يعمل عليه انقلاب. بس اللي كان خايف منه بيجي من مراته اللي كانت جنبه وبتاخد منه الحكم. سائل اللي افتكر إن السعادة في السلطة ما خدش باله إن السلطة اللي ما خدهاش بتأييد من الناس عمرها قصير، مهما قويت أو مهما تولت هتفضل كرسي من ريش، مع أول ريح بتتهد. الاشتراكية دي الناس كلها تشتغل عند الحكومة والحكومة هي اللي تلم المكسب. بعديها هيروح فين يعني؟ لا ما قريتش بقية الكتاب. ما تقراه؟ ورا لي انا ناوي اطبق لغاية هنا بس يا مشكلة. الجماهير عاملة مظاهرات يا فندم. خلاص يا كلب قف مكانك. لا تقل الجماهير بل قل قلة شريرة مندسة وسط الجماهير. صبحي والرملي كان كل مسرحية ليهم هدف أساسي وأهداف سنوية، والضحك عندهم محتاج تفكير، عشان كده مسرحهم عاش لحد دلوقتي وأعمالهم فضلت مناسبة لأي عصر. وفي مسرحية تخاريف كانوا عايزين يقولوا إن الأحلام عمرها ما كانت مشكلة، لأن كلنا بنحلم وكلنا نفسنا نحول الحلم لحقيقة، بس هي إيه الطريقة اللي نحقق بيها الحلم؟ الحلم لو مفهوش مجهود وتعب وعقل يدير الحلم بشكل صح، سواء بقى في القوة أو الجمال أو المساواة أو الثروة أو السلطة، هيكون حلم ضعيف هيروح بسرعة زي ما جه بسرعة. وفي النهاية احلم، ومهما كان حلمك تخاريف اتأكد إن أحلى ما في الحلم هو الطريق اللي هتمشيه عشان تحقق بيه الحلم. بس كده. لو عجبتك الحلقة دوس لايك وشير عشان توصل لكل الناس، واكتب لنا في التعليقات ايه المسرحية اللي عايزنا نتكلم عنها، وخليك فاكر دايما ان مع ووتوبيا حكاوي الفن ما بتنتهيش. سلام. هل أنت من المؤيدين لي ولحكمي وحكومتي تأييدا مطلقا أم أنك لا قدر الله من المعارضين؟